ودي بتلقح على الفيسبوك واكيد فركشت. بنات تخيلوا ان ندى حاطه اغنيه عمرو دياب سنجل، اكيد فركشت. ما شاء الله يا ما شاء الله، كل دي علاقات فاشله واختيارات غلط. هو صحيح استمراريه السعي لا تعني حتميه الوصول، لكن اهو ادينا بنحاول يمكن نوصل. بس النهارده بقى عندنا سعي من نوع مختلف، وهو استمراريه السعي للوصول لعلاقه صحيه. طبعا حد فزلوك هيجي يقول لي هي العلاقات بقى فيها صحي ومش صحي؟ يا خفيف بقى فيه. ما العلاقه الصحيه دي يعني علاقه سويه مستقره، مش بتعصب ولا ترفع الضغط ولا بتخرجك عن شعورك ولا بتوديك للدكتور النفساني تتعالج من اللي بيحصل لك فيه. والموضوع مش صعب، استشاريين العلاقات حددوا شويه حاجات لو الطرفين عملوها هيوصلوا لعلاقه صحيه، وكمان هتستمر وتدوم بشكل افضل. زي التعبير عن المشاعر، الناس بتشوفها ان هي تفاهه ورفاهيه، بس هي مهمه جدا. يعني نطلع كل اللي جوانا ونقول كلام حلو زي بحبك، وحشتيني، انا انبسطت ان انا خرجت معاك النهارده، كان شكلك حلو والفستان كان جميل، الموقف الفلاني اللي انت عملته ده حسسني فعلا ان انا مبسوطه، شكرا على اليوم الحلو ده. وطبعا لازم الكلام ده يكون متبادل، مش واحد بيعبر والتاني جلنت بيسمع وما بيردش، ولو رد يقول لك شكرا الله يخليكي. حضرتك دي ردود ترد بيها على جارتكم اللي في التالت لو ساعدتها في حاجه بتطلعها، مش على مراتك او واحده بتحبك. وضروري يبقى في تواصل وتحاولوا تفهموا بعض، كل واحد عايز يثبت انه الصح والفظيع، ولما يبقى في مشكله لازم توصلوا لحل سوا ويكون بيرضي الطرفين، مش على حساب حد فيكم لمجرد ان كلامه هو اللي يمشي. واهم حاجه وقت الخلاف والمشاكل ما تدخلوش حد بينكم. يعني انت مش ضروري تحكي لاختك، وانت ما تحكيش لصاحبك اللي مش عارف ينصح نفسه اصلا. طالي حركات انك تدخلي على جروب الشله وتبعتي كل المشاكل عليه، وبلاش تلقيح على السوشيال ميديا وبوستس كئيبه عن الوجع والخيانه واصعب قرار. شويه خصوصيه الله يكرمكم، زهقنا منكم ومن قرفكم ونكاتكم على الفيسبوك ومشاكلكم اللي كل الناس بقت عارفاها. تبقي فاكره ان هو هيشوف البوست ويتاثر؟ وعاوزه اقول لك ان كلنا بنبقى عارفين ان انتوا متخانقين الا هو، وهنا النتيجه بتبقى 1 لجوزك 0 ليك. وخليكي كده مرسي عليه الصمت العقابي لحد ما تقابليه في محكمه الاسره. ما الغلطان يعتذر ويلم الدنيا وبلاش نكاب. غلطت قول انا اسف، وانت لما يسالك مالك تردي تقولي فيه ايه. بلاش لف ودوران وقولي على طول. مش لازم يفك شفره النكد بتاعتك علشان يعرف انت متضايقه من ايه وزعلانه ليه. لموا الدنيا بسرعه وبلاش فتره النكد تطول. وبالمناسبه سرعه حل المشاكل اللي بتحصل دليل على ان علاقتكم كويسه وعمرها اطول. ومن الحاجات المهمه الحلوه ان يبقى في بينكم مساحه حوار مشترك تتكلموا فيها براحتكم وتعبروا وتقولوا كل اللي انتوا عاوزينه. مفيش حد بيقلل من كلام وراي التاني، ومش بتعلوا صوتكم على بعض. مفيش استهتار بالمشاعر، ومش بتقاطعوا بعض وقت الكلام. بتدوا لبعض فرصه ان كل واحد يعبر عن كل اللي عاوزه واللي محتاج يقول. اطلبوا من بعض كل واحد محتاج ايه من التاني. هو مش هيشم على ظهر ايده علشان يعرف انت بتحبي ايه. وبلاش انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. ما هو مهتم وسالك مالك وايه اللي مزعلك، مهتم اهو. وهي برده مش هتفتح المندل علشان تعرف انت متضايق من ايه وايه مزعلك. اتكلموا وعبروا يا جماعه، انتوا مش خر. خططوا لمستقبلكم واي حاجه عاوزين تعملوها سوا، وخدوا قراراتكم مع بعض بشكل يناسبكم انتوا الاثنين. ومهم تخصصوا وقت تقضوه سوا، سواء في البيت او حتى تخرجوا. المهم يبقى ليكوا وقت بتاعكم انتم، واتفقوا كل مره تعملوا حاجه جديده مع بعض كنوع من انواع التغيير علشان ما يحصلش ملل. شاركوا وساعدوا بعض في شغل البيت وقسموا الدنيا بينكم، هيخلص اسرع وهيبقى في وقت اكبر تقضوه سوا. كمان لازم يبقى في ثقه متبادله بينكم، كل واحد يدي للتاني مساحته وخصوصيته، وما تقفلوش حياتكم على بعض لان هيجي يوم وتزهقوا. علشان كده لازم علاقتكم باصحابكم تستمر ويبقى في خروج معاهم من فتره للتانيه، يعني علشان يبقى في شحن طاقه كده، وده ضروري علشان ما تزهقوش وتحتاجوا تاخدوا بريك من بعض. والله اعلم ممكن البريك ده يطول وياخد وقت قد ايه. بيقول لك بقى الهدايا ليها تاثير ايجابي على العلاقات، وخصوصا الهدايا اللي مش معمول حسابها واللي بتبقى من غير مناسبه، لان هي بتحسس الطرف التاني ان انت فاكره ومش محتاج اي مناسبه تفكرك بيه. وافكار الهدايا كتير قوي يا جماعه، مش لازم تبقى حاجه مكلفه واوفر. ولو الهديه من غير مناسبه كده كده الطرف التاني هيفرح بيها لانه ما كانش متوقعها اصلا. واي حاجه من دول لازم تبقى متبادله بين الطرفين، ما ينفعش حد بيدي على طول والتاني بياخد بس. وما ينفعش برضو واحد يفضل يحاول لوحده انه ينجح العلاقه، لازم الاثنين يحاولوا. وهو نجاح اي حاجه في الدنيا بتبقى محتاجه مجهود مننا. دخول اي علاقه محتاج طاقه ومجهود، فلو انتوا قادرين تعملوا ده ادخلوا بقلب جامد. غير كده كل واحد يخليه في حاله احسن. وكفايه جوازات فاشله وعلاقات بتخرجوا منها محتاجين تتعالجوا من اللي اتساب جواكم. اكتبوا لي في التعليقات بتحاولوا تصلحوا علاقتكم ببعض ازاي.